أنا ليه بلعب كويس ودايما متفايد وبرضه بخسر بسبب التيم بتاعي؟ أكتر جملة بسمعها يوميا في الاستريم حد يخش يقول لي أنا دايما بكون متفايد وبلعب كويس وبجيب كيلات وبرضه بخسر جامد. إيه السبب؟ طب أنت عمرك سألت نفسك ليه التيم بتاعك بيكون معاه واحد متفايد زيك ومش بيكسبه؟ الفكرة مش في إنك وحش أو إن أنت بتلعب وحش، أنت بتلعب صح وكل حاجة وبتاخد كيلات وبتعرف تموت الإنمي، بس مش ده السبب. مبدئيا كده الكيلات اللي أنت بتتكلم عليها دي هي مجرد وسيلة ملهاش علاقة بالمكسب. يعني انا باخد الكيلز عشان اجيب ايتمز، مع ان انت ممكن تموت واحد مرتين تلاتة يجي بعد كده تلاقيه بيديك 100 جولد، يعني اتنين تلاتة فارما احسن منه. رابترز اكتر من 100 جولد، فالكيلات مجرد رقم ملوش اي علاقة بالمكسب. فانت لو جريت ورا الكيلات وطلعت من الجيم معاك كيلات كويس بس مش بتكسب الجيم، فهو ده كان هدفك من الاول. انت هدفك ما كانش المكسب، انت هدفك كان مجرد سكور وانت حققت هدفك. ففي الوقت ده ممكن تكون انت ما قدرتش تستغل الكلات صح، واكيد مش كل اللي جيم كده، بس يعني انا بجيب لك حلول ليك انت، لان انا مش هقدر اقول لك مثلا حاجه تخلي التيم اللي معاك كويس. فانا بحاول اجيب لك انت حلول، فلازم كلاتك او تحركاتك في الجيم تكون لهدف. انا هجيب الكلايه دي ليه، او انا هخش الفايت ده ليه. يعني الغلط الاكبر هي الفايتات اللي ملهاش اي هدف او ليها اي لازمه، لان في الطبيعي انا مثلا لما بكون بلعب جيم وانا بلعب وحش او متوسط ومعايا واحد هو اللي متفايد ومعاه كلات وبيدمج، فانا همشي وراه. فالشخص ده لو بيلعب على الكلات او يخش فايتات عشوائيه او بيتحرك غلط، فانا هتحرك غلط معاه، فيبقى اللي بيخسرني مين؟ الشخص اللي معاه كلات اللي هو انت. فلازم اسال نفسي قبل ما اخش الفايت، هل انا هكسب حاجه من الفايت ده؟ او بعد ما اكسب الفايت ده هستفاد ايه؟ لان انا دلوقتي مثلا انا اللي معايا الدمج، معايا فلاشي، معايا اري، معايا حاجتي، فهل انا هضيعها لهدف معين؟ لو وفي هدف معين ماشي، هناخد بابن، هناخد دريك، هنبوش لين، هنكسب جيم، هنتفنس، ماشي. غير كده لا، يبقى انت كده بتضيع كل اللي معاك على الفاضي. فانت لما تكون متفيد ومعاك كلات وانت اهيت في الايرلي جيم، فانت لازم تستغل ده صح. وانا هنا بتكلم على اي لين عامه، سواء انت جانجل، ميد، سبورت، ايديس، ايا كان. فانت هنا لازم تتحرك صح. يعني انت مثلا نفترض لو انت ميد، انا دلوقتي معايا كلات ومسيطر على اللين والدنيا حلوه، لازم ابص على الماب كويس، اتحرك مع التيم، اشوف الجنجل بتاعي بيفايت فين اروح معاه. ما انا اللي معايا الكلات، انا اللي محتاج ان انا اساعد، انا اللي عايز اكسب، فلازم تستغل ده في الصح مش في مجرد كلات على الفاضي. نفترض دلوقتي ان انت معاك فلاشك وارك تقدر تموت بيهم اي حد وفي كلاية قدامك، المفروض ان انت طبعا بتخش تجيب الكلاية، بس في بعد 30 ثانية دريك، تيجي بعد عند الدريك مثلا تلاقي ما معكش حاجة، بس انت مضطر ان انت تخش الفايت، فتخش الفايت تموت. فدي غلطة معظم الناس بتقع فيها. فانت حاول تخلي الفايت لهدف معين يكسبك الجيم، مش لهدف الكلات. وفي نفس الوقت المفروض تنزل على البوت لين تروم، تطلع توب تساعد التوب وهكذا. ولو انت جنجل نفس النظام، انا دلوقتي هروح هرخم على الجنجل في دريك بعد 40 ثانية، طب أنا مش مركز مع الماب، أنا رايح أخد كلاية، البوتلين هيجوا هيموتوني، هبدأ أشتم التيم وهقول أنا متفايد ومعايا كلات بس بخسر بسبب التيم. فدي برضه غلطة ما ينفعش تقع فيها. قيس بقى أي لين على نفس الكلام اللي أنا بقوله ده. أي لين أنت بتلعبها لازم أي فايت أنت بتدخله يكون له هدف معين، وتكون عينك دايما على الماب عشان ما تخشش فايت واحد لواحد وتتفاجئ إن في حد جالك أو كده وتبدأ تتضايق من التيم اللي معاك. لأن أنت لو دخلت خدت كلاية ومت، انت اللي متفيد زي ما انت بتقول وانت اللي معاك الكلات، فانت بتاخد كلاية بتستفاد اكتر، والتيم بتاعك بيلعب ضد ناس معاهم كلات على حسابك انت، فتلاقي التيم بتاعك بيخسر بسببك مع ان انت اللي متفيد ومعاك كلات. بس انت اديك كلاية او شات داون لحد من الانمي، فالتيم بتاعك بيتضرب بسببه. فيبقى انت كده بدل ما بتكسب انت كده بتضر التيم بتاعك. فبلاش تلعب بغرور وجنون العظمه يركبك وتقول خلاص انا هكاري لوحدي. انت ممكن تستغل التيم بتاعك الوحش اللي انت بتقول عليه وحش وانت متفايد في ان هم يتبدأ عليهم فايت وتبدأ تموت الانمي، بدل ما انت تبدأ فايت عشان انت متفايد وتلاقي ان انت بدأت الفايت غلط وبتخسر التيم بتاعك وبتموت بدون اي هدف. انت لعبك بالشامبيون انت بتلعب صح، بتاخد كلاتك، بس مش ده اللي بيطلع في بنك. اللي بيطلع في بنك هو الماكرو بتاعك، اللي بتحركاتك في الجيم، قراراتك اللي لازم تاخدها صح، لازم كل فايت تعمله الهدف، لازم لازم لازم. فخلينا بقى نشيل فكرة ان انا متفايد وبخسر بسبب التيم بتاعي ده من دماغنا، ونبدأ نحط في دماغنا ان انا متفايد لازم انا اكسب التيم بتاعي لان انا متميز عنه. معنى ان انت بتلعب كويس وبتتفايد، فانت لازم تستغل ده في الصح. ابدأ هات العيب على نفسك عشانك مش عشان حد تاني. يعني أنا مش بقولك كده ان انا بعيب عليك او ان انا مثلا بغلطك، انت بتلعب صح، بس خلي الصح ده للمكسب. واهم حاجة تخليك تكسب الجيم وانت متفيد والتيم بتاعك وحش هو ان انت تبدأ تكون ايجابي. يعني ما تخليش حد يفلم، تهدي ما بينهم كأنك انت كبير القعدة،
تبدأ تديهم بقى كلام تحفيزي، انا معايا كلات وهقدر ادمج وهقدر اموت كذا، بس عايزك تبدأ معايا الفايت، حاول انت تفوكس كذا وانا هعمل كذا. الكلام ده بيفرق كتير. يعني انا اوقات بكون بلعب الجيم والاقي حد بيتوكسيك عليا، انا نفسيتي بتعب، مبقاش عايز العب. والعكس اوقات الاقي حد مثلا بيكتب جمله كده تحفيزيه او يخليني اركز على حاجه انا مش مركز عليها، مع ان انا عارف المعلومه دي بس هي تايهه عن بالي دلوقتي. فحاول انت تكون الايجابي في التيم لو انت فعلا عايز تطلع في الرانك، وبطل تخش تقول لي انا بخسر بسبب التيم بتاعي مع اني بكون متفائل. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ولو عايزين نشرح حاجه تاني برضو اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم، واعمل شير لصاحبك اللي بيتفايد وما بيكسبش اللي جيم. وشكرا.